ليش سوريا عندها فرصة لتزدهر وترجع تنهض من جديد؟ سوريا عندها مقومات قادرة تخلي مستقبلها مشرق مثل كتير دول ازدهرت بعد الحروب. بداية العدد الكبير من الشباب اللي سافروا واكتسبوا الخبرات لما يرجعوا رح ينقلوا خبرتهم معهم. هذا غير اللي ضلوا بسوريا وقدروا يتميزوا بأصعب الظروف. فمتخيلين شو ممكن يعملوا مع تحسن الوضع؟ السياحة. سوريا عندها إرث تاريخي ومقومات طبيعية بتجذب السياح من كل العالم. بعام 2010 زار أكثر من 8.5 مليون سائح، وكانت عائدات السياحة 8.4 مليار دولار أمريكي. طبيعي بالنسبة لبلد فيها أقدم عاصمة مأهولة وأول أبجدية بالتاريخ. الزراعة. ثلث مساحة سوريا أراضي صالحة للزراعة، وأهمهم القطن والقمح اللي كانت تصدرهم. لهيك وصلت عائدات الزراعة ب 2010 ل 13 مليار دولار. الصناعة. ميزت فيها سوريا وحلب تحديداً، وبلغت إيراداتها ب 2010 12 مليار دولار أمريكي. هذا غير الثروات الطبيعية اللي فيها من نفط وغاز وفوسفات وغيرهم يلي ما كانوا أصلاً يدخلوا بميزانية الدولة. وكبلد لها موقع استراتيجي مهم، كانت عطول جاذبة للمستثمرين، فما بالكم لما تروح القيود وتصير مشجعة أكثر على الاستثمار. وبالنهاية بتضل الثروة الأهم هي نحن السوريين، يلي بشهادة الكل أي بلد منروح عليها منعمرها. لهيك قادرين نرجع نعمر بلدنا بعد ما رجعت إلنا.